في مشكله حوالين امام، مم. وهي مشكله ما بين الاداره ووكيله ادم وطني. ويمشي من النادي الاهلي مفيش اي مشكله. امم يا مو برضه هقول لك على حاجه، هنرجع للنقطه دي، بس خليني اقول لك على حاجه برضه. يعني انت شايف دلوقتي ان امام عاشور يعتبر برضه من اهم لعيبه النادي الاهلي، اكيد محدش يقدر طبعا محدش ينكر ينكر. الموضوع ده. لكن احنا شايفين بقى في مشكله حوالين امام، مم. وهي مشكله ما بين الاداره ووكيله ادم وطني. تمام. انت شايف المشكله دي ممكن توصل لايه اصلا؟ انا اعتقد ان امام المفروض، لا امام دلوقتي انت قدامك اختيارين. اختيار الوكيل اللي مصلحه الناديك اللي انت موجود فيه دلوقتي بتتعارض معاه، وفي خلاف واضح جدا بين النادي الاهلي وبين ادم وطني اللي هو وكيله. يا اما هو بالنسبه له، يا اما هيختار الوكيل بتاعه وهيمشي في طريق الوكيل بتاعه اللي بيتكلم وبيقول ان انا ممكن اجيب لامام عروض من 10 عروض من الدوريات الخمس الكبرى، وانا اقدر اجيب له عروض مش عارف منين. تمام. او ان هو يختار النادي الاهلي. النادي الاهلي واضح جدا ان في زي ما نقول ايه، في طريق مسدود ما بين بينه النادي وبين ادم الاهلي وطني. وبين الوكيل بس خد ادم وطني. بالك خد بالك، امام فامام متمسك بادم وطني جدا. خلاص، لو امام متمسك بادم وطني انا بالنسبه لي مفيش اي مشكله امام يجيب عرض و... ويمشي من النادي الاهلي مفيش اي مشكله.